بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل مع بعض شوب درون جلي السوليد سلاب. طبعا كنا المرة اللي فاتت عملنا سوليد سلاب للفرش والغطا، للفرش بس في الاتجاهين، اتجاه اكس واتجاه واي. طبعا غلطنا هنا في المرة اللي فاتت في البلاطة ديت مش هتاخد مننا العشر بس، لان دي مش بلاطة طرفية، في هنا كابولي هتاخد مننا الخمس. تمام، هتاخد مننا الخمس، يعني هتنقص كمان 44 سنتي. تمام كده مظبوط. طبعا دي 2.66، ممكن تخليها 2.70. تمام كده تمام. دي الغلطة اللي احنا غلطناها المرة اللي فاتت. طب عايزين نعمل بقى الغطا. طبعا الغطا بيكون ازاي؟ الغطا هنا في 7 في 10 فرش وغطا. طيب عايزين نعمل بقى الحديد العلوي. الحديد العلوي بتاع السوليد سلاب، انت عندك هنا الحديد العلوي لو البلاطة طرفية بتاخد هنا الرجل دي كده. طبعا الرجل ده كده هنا، الحتة دي كده بتكون على البلاطة ونازل فيها حتة من الكاميرا، البلاطة ناقص الكفر وبس. تمام، بعد كده عندك الحتة ديت من الكاميرا، من بداية الكاميرا لحد هنا، دي عشر ال ماشي، عشر ال او 45 الفاي ايهما اكبر. تمام، دي لو البلاطة طرفية، وهنا برضو لو البلاطة طرفية. طيب البلاطة لو مستمرة بتحط عليها كابات زي دي كده. طبعا الكابات دي بتكون ربع اكبر البحرين، ربع البحر ده او البحر ده الاكبر فيهم. تمام، بتحطها ربع اكبر البحرين كطول السيخ، كطول السيخ. انما التوزيع تاخد نص الحديد اللي هنا زائد نص الحديد اللي هنا وتوزعه في المسافة دي. تمام. طيب في عندك بقى الملو، في حاجة اسمها الملو بتاع الإضافي. الملو بتاع الإضافي اللي هو الحديد ده، سيخ الحديد ده اسمه ملو، وده برضو اسمه ملو. الملو ده هو الملو بتاع الإضافي. الملو ده بيكون اللي هو أقل حاجة، اللي هو بيكون 5 في المتر، اللي هو حتى هنا قايل الملو ده بيكون كل 200 ملي، يعني 5 في المتر. برضو هنا الملو هنا برضو 5 في المتر. الملو هنا هتلاقيه 5 في المتر، اللي هو الملو بتاع الايه، بتاع الاضافي. طيب تعال نشوف بقى على البرنامج كده هنعمل ايه في الموضوع ده. خدنا لوحة تانية نضيفة. تمام. تمام، هنبدأ نعمل اول حاجة الحديد العلوي فاي 10، الكفر خليه بصفر. تمام، عندك هنا 90، عندك هنا البلاطة 12، ناقص منها سنتي ونص وسنتي ونص، يبقى 3 سنتي، يبقى انت عندك 9 سنتي، وممكن تاخدها برضو 8 سنتي، ايا كان 2 بوينت. وبعدين طبعا دي غلط. طيب نجرب تاني، دي لازم تخليه بصفر. تمام. طيب ده كده بتاخده موف، بتركبه هنا كده عند أول الكاميرا، وبعدين بتسحبه 25 سنتي، قصدي 2.5 سنتي اللي هو بتاع الكفر. وده المفروض كده يرجع لحد هنا كده، لحد أول البلاطة. طيب بعد كده المسافة دي كام؟ المفروض المسافة دي أو 45 الفاي، المسافة دي كام؟ 23 سنتي. طيب 23 سنتي ولا 45 الفاي يوم أكبر؟ يبقى 45 في 10 في 10 ملي،
يبقى 45 سنتي، يبقى انت عندك دي 45 سنتي. ادي كده اول سيخ. طب السيخ ده هيتوزع فين؟ سيبه دلوقتي نشوف هيتوزع فين، لان مش هيتوزع في الطول كامل. تمام تمام. بعد كده عايزين نعمل الحديد اللي هنا، يبقى الحديد اللي هنا برضو هنا كبات لان ديت منور. طيب خد ده كده موف، تعالى هنا كده برضو. لا، خليها على الناحية التانية، اللي هو الرجل تكون في الناحية التانية اللي هي الناحية دي. 9 ودي ب0. تمام كده. طيب ده كده هتاخد منه كمان 45 الفاي، لان دي اكيد ال45 اكبر من ال26 سنتي. طيب اللي هو عشر اللي ايه الاتنين 68. طيب يبقى ال45 الفاي هتكون اكبر، يبقى انت عندك دي كده هتاخد منها 45. تمام. ده كده هتعمله موف وتحطه هنا، وبعدين تاخد ال2.5 بتوع الكفر بتوعك. تمام تمام. ده برضه هيتوزع فين هنشوف، لانه مش هيتوزع في المسافة كلها. طيب بعد كده ناقص الحديد هنا والحديد هنا. طب الحديد هنا اللي هو الكابات، لان هنا في البلاطة دي مستمرة. طب ربع اكبر البحرين الطول بتاعه يبقى ربع اكبر البحرين. ربع اكبر البحرين اللي هو 44، دي اللي هو اكبر بحر هنا، يبقى 44، يبقى ربع في 44 يعني 1.10 متر. يبقى انت عندك هنا reinforced، وهيكون ده كده 2 بوينت من النقطة دي للنقطة دي اللي هو داخل الكاميرا، لان ربع اكبر البحرين من خارج الكاميرا. تمام تمام. طيب يعني هتعمل من هنا 1.10 متر، ومن هنا 1.10 متر. ده يتوزع برضو في المسافة دي، مش في المسافة دي كلها، لا في جزء من المسافة دي. طيب في برضو هنا دي بلاطة هنا مستمرة، ففي حديد هنا يبقى reinforced، وبعدين 2 بوينت. طبعا دي كده غلط، لان دي علوي مش سفلي، دي سفلي مش علوي، لان الجنش لفوق. ده كده غلط. تمام. reinforced 2 بوينت، لازم يكون الجنش لتحت عشان يكون حديد علوي. طيب ربع اكبر البحرين، البحر ده اكبر اللي هو 3.25، يبقى ربع في 3.25 يعني 81 سنتي. يبقى ده كده هيروح الناحية دي 81 سنتي، وده كده هيروح الناحية دي 81 سنتي.
انت كده سلحت الحديد العلوي بتاع البلاطة، فضل الملو. طب الملو بتاع البلاطة هيكون ازاي؟ اولا حدة كده منه كوبي طلع فوق. تمام تمام. طيب ده كده هيتملي لحد فين؟ هيتملي. ايه رأيك لما تاخد ده كده، طول ده شوية كده، وبعدين خده موف، خد ده كده موف لحد هنا. تمام. وبعد كده طوله كمان موف 81 المتر وعشرة. كده هو طلع لحد فين؟ لحد اول الحديد ده. طيب ده برضو هاته كده، انا عايزه يطول لحد فين؟ لحد ما يوصل هنا الكاميرا زي ما كان. تمام تمام. بعد كده ده كده يسحب ال25 ال2.5 سنتي بتاع الكفر. طيب ده هيتوزع فين؟ ده هيتوزع في ده كله كده لحد فين؟ لحد هنا، و5 في المتر. هو المسافة دي كام؟ المسافة دي كام؟ مش المفروض المسافة ديت اللي هو 45 سنتي؟ يبقى انت عندك هنا كده 45 سنتي. 45 سنتي دول السيخ ده هيتوزع فيهم. تمام تمام. طب هيكون كام؟ هيكون، يبقى انت عندك 45 سنتي، 5 في 45 سنتي اللي هو 5 في المتر، اللي هو اقل حاجة، اللي هو 5 في 45، يعني حوالي 3 اسياخ، وسيخ بادي يبقى 4 اسياخ. يبقى ده كده عشان نخلص منه هنعوز فيه كام سيخ؟ 4. طيب ده كده هنا 4.6 6 سنتي، هنخليه هنكبره كمان 4 سنتي، يبقى 14. تمام تمام. كده بقى 14. وكام سيخ؟ 4 أسياخ. طيب ده برضه هيكون في الناحية التانية، لو انت خدت منه كوبي اللي هي دي، صح صح. طب هتوزع في كام بقى؟ هتوزع في المسافة دي كلها كده، اللي هي كانت 81 سنتي، اللي انت لو خد دايمنشن من هنا كده 81، يبقى دي كده هيتوزع في المسافة دي. طب هيتوزع في المسافة دي هيكون كام بقى؟ اللي هو 5 في 81. 5 في 81 سنتي، يعني 4 أسياخ، وسيخ بادي يبقى 5 أسياخ. يبقى انت عندك ده كده هيكون 5 في المتر. نفس الدايمنشن؟ لا، اعمل له بوزيشن او رقم لوحده. طيب ده هيكون كام؟ ده هيكون 5 أسياخ. تمام تمام. طيب هات بقى النقطة دي كده، الدونت ده كوبي، عشان ايه ما نتلخبطش. وده برضو لا، ده هنا كده. تمام تمام. طيب اصبح بقى ده كده هيتوزع فين؟ يبقى ده كده يتمسح. ده كده هيتوزع فين؟ هيتوزع في المسافة من هنا لهنا، صح؟
يبقى دي الدايمنشن ده كده هيتوزع في كام؟ هيتوزع في المتر و12 هنا. يبقى ده كده هيتوزع في المتر و12 ده. طب ده كان بيتوزع في كام؟ اللي هو 7 في المتر. يبقى انت عندك متر و12 في 7، يبقى كام؟ 8 اسياخ. والمفروض واحد بادي يبقى 9 اسياخ. يبقى انت عندك هنا بار ديسكريبشن ده كده هيتوزع في كام؟ هيكون كام؟ هيكون 9. اوكي. طيب ده ممكن تخليه كده، احنا كنا مزودينه اصلا سنتي، فخليه 60. تمام. تمام كده 60 سنتي عشان قطعية موحدة. طيب ده كده خلصنا من الاتجاه ده. طيب عايزين بقى الاتجاه اللي هو ده كده، عايزين نخلص منه. طب نخلص منه ازاي؟ انت عندك ده كده هيتوزع، ده كده هيجي هنا ويطول، ده كده هيجي هنا ويطول كده ويطول كده. تمام. تمام. وبعد كده الباقي منه هيتوزع هنا وبس. يبقى انت عندك كده ده كده خد منه كوبي هنا كده. تمام. تمام. طيب ده كده بيطول من الناحية دي. انت بتشوف السيخ بيطول من انهي ناحية؟ يقف هنا عند الكاميرا. تمام. وبعد كده بتطوله اللي هو الكام؟ كان 81 سنتي. صح. صح. طيب ده كده هيتوزع في المسافة لين؟ هيتوزع المفروض في المسافة دي. المسافة دي اللي كانت كام؟ اللي كانت 45 سنتي. يبقى المفروض لو انت خدت دايمنشن هنا، لو انت خدت دايمنشن هنا 45 سنتي وجبت الدونت ده كده كوبي هنا كده، يبقى ده كده هيتوزع هنا. طيب هيتوزع هنا يبقى كام سيخ؟ هيبقى حوالي برضو 4 سياخ. يبقى description بالمرة عشان مش نتلخبط. يبقى description هيبقى حوالي 4. اوكي. روتيت ار مسطرة -90 مسطرة اهو. تمام. تمام. ده 349 يبقى خليه 3.5. زوده ايه سنتي. تمام. طيب ده 3.5. ايه رأيك بقى ال3.5 ده برضو ناخده الناحية دي كده، هيتوزع في المسافة دي كلها كده، هيملى الحتة دي كده. طيب يبقى ده كده ناخد منه كوبي ويروح الناحية دي. طب الناحية دي هيتوزع في كام؟ ده كان 110 في 5. ده كان 5 في 110 يبقى 5.5، يعني 6 أسياخ. 6 أسياخ. لا مش تديله نفس الرقم، اديله رقم تاني. دي 6. اوكي. -90. تمام. تمام. طيب ده هيتوزع اللي هو في المسافة اللي هو 110. اعمل له برضو دايمنشن 110. طيب ده كده موف، خلي الناحية دي كده وهات الدونت ده. وخليه هنا. تمام. تمام. يبقى أصبح
اصبح ان انت وزعت ده كده لحد هنا، ووزعت ده لحد هنا. باقي باقي ان هو ده يتوزع في الحتة دي بس، وده يتوزع في الحتة دي بس. وخلي بالك ده برضو، ده اهو السيخ ده اهو هيتوزع برضو في المسافة دي اللي هي متر واتناشر. احنا نسينا نحط له ديسكريبشن، اللي هو ده هيتوزع في المسافة اللي هي متر واتناشر، اللي هي فين؟ اللي هي اهي. اللي انت لو خدت ده كوبي كده المفروض يجي هنا. تمام تمام. وده كده موف، ونزله تحت شوية، وهات له دونت. تمام تمام. حط له ديسكريبشن. هو هيتوزع في المتر واتناشر، اللي هو كان 9 اسياخ صح؟ كان 9 اهو. طيب ده متر 32، ممكن تخليه متر 30 بس. 2 متر 30. تمام تمام. طيب فاضل ايه؟ فاضل احنا كده وزعنا ده كده ووزعنا ده كده، فاضل الحتة دي بس، في ده اهو وفي ده اهو، السيخ ده اهو والسيخ ده اهو. طيب السيخ ده كان كام؟ السيخ ده المفروض يلعب في الحتة الهين، يلعب في ما بين ال45 لبين المتر وعشرة هنا صح؟ تمام. يبقى انت عندك هنا، لو انت خدت المتر وعشرة ده كده بالدونت بتاعه موف فوق شوية. تمام تمام. عندك بقى هنا في دايمنشن من هنا لهنا حوالي كام؟ حوالي متر وكام؟ حوالي متر. تمام. يبقى ده كده هيعمل في متر، وهنا ده هيعمل في متر، يعني حوالي 8 اسياخ. لو 7 في المتر يبقى ده كده description، وبعدين ده هيبقى 8 اسياخ. وعندك هنا ار مسطرة -90 مسطرة. طب ده 60، ده 61، خلاه 60 بس. تمام تمام تمام. ده هيتوزع فين؟ هيتوزع المفروض في المسافة دي صح؟ هيتوزع في المسافة دي. طيب هنا برضو ده كده لو انت خدت موف، لو انت خدت موف ده كده هيتوزع في المسافة اللي هي برضو متر وايه. تمام تمام. ده برضو لو انت خدته هنا description، ده يبقى برضو فيه 8 اسياخ. 8 روتيت. تمام تمام. ده خليه برضو متر 80، يعني انت ممكن تكبر اللي هو ايه من هنا كده 6 سنتي، اللي انت بتحاول توفى العطيات بتاعتك عشان الهالك. تمام تمام. ممكن تاخد برضو الدونت ده كده كوبي. تمام تمام. يبقى انت عندك البلاطة من النص كده بتكون فيها الحديد السفلي بس، عندك الحديد العلوي بيكون فيه هنا، بيكون هنا فيه كابات، وفي هنا حديد علوي. تمام. وبعدين الحديد العلوي ده لازم يكون فيه ملو بالشكل ده. يعني لو انت خدتها ببساطة او في الموقع ممكن تشوفها بالشكل ده كده، ان هو فيه هنا حديد علوي والملو بتاعه، والحديد العلوي والملو بتاعه. مش شرط الملو بتاعه يكون من لحد الاخر، ولكن انت بتحاول ان انت طالما بدل ما توصل من هنا وتوصل من هنا، لا انت بتاخده على بعضه سيخ واحد. وممكن كمان السيخ ده ممكن يكمل معاك، لو هو سيخ طويل ممكن يكمل معاك الباكية دي كمان في العلوي، في الملو بتاع العلوي، ويطلع على الباكية اللي بعديها. تمام تمام. وده برضو يبقى، وده برضو بيكمل كده لحد برضو الاخر، لحد هنا الباكية دي.
الباكة ديت اكيد متصلة، وبعد هنا بيكون في هنا في النص الحديد السفلي بس. تمام. تمام. هنا عند العشر أو 45 الفاي أيهما أكبر، هنا بيكون عند ربع أكبر البحرين. هنا برضو العشر أو 45 الفاي هنا بيكون عند ربع أكبر البحرين، وبتعمل الحديد بتاعك. تمام. هنا بيكون الملو ده بيكون 5 في المتر، اللي هو أقل حاجة، اللي هو 5 في المتر أو كل 20 سنتي بتحط سيخ. تمام. تمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.